تفتكر يا عزيزي هل سيتم انتقال احمد سيد زيزو الى النادي الاهلي من الموسم القادم ولا لا؟ وتفاوض نادي الزمالك وصل معاه لحد فين؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو مش تابعنا تابعنا، ويلا بينا نخش في المفيد. طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك دلوقتي بيفاوض احمد سيد زيزو، والمشكله ان التفاوض وصل لنقطه صعبه جدا، الا وهي ان نادي الزمالك سقفه او اخره 60 مليون في السنه الواحده، بينما زيزو طالب 100 مليون في السنه الواحده. نادي الزمالك عايز يجدد بال 60 مليون دول 3 مواسم، اي 180 مليون جنيه في خلال الثلاث سنوات، بينما زيزو عايز يجدد سنتين اتنين، السنه الواحده ب 100 مليون، يعني سنتين ب 200 مليون. هنا طبعا زيزو اتضايق اكتر لما الموضوع اتسرب للاعلام عن طريق عضو مجلس الاداره، لما طلع في حوار تلفزيوني واتكلم ان احمد سيد زيزو طالب 100 مليون واحنا اخرنا 60. وابراهيم عبد الجواد من فتره قليله طلع واتكلم في نفس الموضوع وقال لك ان الزمالك شاكب راكب، يعني طالع نازل هيلملك من كل حته برجال اعمال بتبرعات بي ده كله 60 مليون جنيه فقط، لكن زيزو عايز 100 مليون خالصه الضرايب، شافيه مشفيه. طيب الموضوع ده هيوصل لحد فين؟ وهل زيزو اصلا هيمضي للزمالك؟ زيزو حتى الان هو ووالده بيضغطوا على اداره نادي الزمالك بقوه، خاصه وان الموسم ده اخر موسم لزيزو مع نادي الزمالك، ومن شهر يناير يحق له ان هو يمضي لاي فريق. طيب النادي الاهلي بقى فين من الموضوع ده كله؟ النادي الاهلي منتظر انتظار كبير. اولا النادي الاهلي يستحيل يخش انه يفاوض اللاعب في الوقت الحالي او حتى عن طريق وكلاء او اي كلام. النادي الاهلي بعيد تماما الفترة دي حط خط كده تحت الفترة دي. النادي الاهلي اكيد لما يجي يتواصل مع لاعب مش هيتواصل معاه غير في الفترة القانونية او المسموح ان هو يقدر يتكلم معاه. بعد يناير القادم هيتم الطرح على مارسيل كولر الامر. مارسيل كولر اذا وافق النادي الاهلي هيخش بقوة في صفقة زيزو. طب هل النادي الاهلي اصلا هيقدر يدي لزيزو الرقم اللي هو عايزه؟ اكيد النادي الاهلي مش هيدي لزيزو الرقم اللي هو عايزه، يستحيل. خدها كده قاعدة، والنادي الاهلي عقوده معروفة وسقف العقود في النادي الاهلي معروف تماما. طيب زيزو هيوافق ليه او ايه اللي هيخليه يوافق؟ هيوافق لاسباب كتيره جدا. اولها النادي الاهلي لما يجي يخش عليه هيخش عليه ان انت كلاعب حر، يعني انا الفلوس اللي انا وفرتها مثلا من نادي اخر، او ان انا اكني اشتريتك، وممكن ياخد دفعه تعاقد. دفعه التعاقد دي ممكن ما تكونش من خزينه النادي الاهلي، عادي جدا من رجال اعمال او زي ما بيحصل يعني في الطبيعي، ما فيش مشكله تماما. بعد كده هيكون لك سقف راتب معين هتاخده، الا وهي الفئه الاولى مثلا في النادي الاهلي. طب ما هو كده برضه مش هيحصل نفس المبلغ اللي هو طالبه من الزمالك. اهدى عليا شويه، خد بالك النادي الاهلي بيخش في بطولات كتير، النادي الاهلي بيفوز ببطولات كتير، ففي مكافآت وفي حوافز وفي حاجات كتيره ما كانش بياخدها في الزمالك. ده غير اهم حاجه واهم قوه عند النادي الاهلي بيقدر يقنع بيها اي لاعب، الا وهي الاعلانات. النادي الاهلي دايما مستهدف من الشركات الراعيه ان هم يعملوا اعلانات، وخاصه مع نجومه. وشفنا النادي الاهلي استغل النقطه دي كويس جدا مع كهربا، وقدر يوفر له اعلانات، يوفر له سيوله ماليه كبيره عشان يسد الغرامه. وايضا مع امام عاشور برضه بيوفر له اعلانات كبيره. فاذا زيزو لما يجي مع النادي الاهلي اكيد هيبقى في اعلانات كبيره عليه، وهيقدر ان هو يعوض مبلغ كبير من الاعلانات دي. فبالتالي النادي الاهلي ممكن يديله نفس الفلوس او نفس الموضوع بس بطرق متقسمه شويه، لكن النادي الاهلي عمره ما هيديله المبلغ ده صافي يعني لو جه. فهل الزمالك ينجح ويرضى بضغط زيزو عليه بالسيوله الماليه الكبيره دي، ولا مش هيقدر وممكن نشوفه في الاهلي؟ ده اللي هنشوفه الفتره الجايه يا عزيزي. بس انت لازم تقول لي رايك في التعليقات، هل زيزو هيستمر مع الزمالك ولا قادم الى النادي الاهلي؟ وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.